شوف انا ما عنديش مع الكره بزاف، ولكن هادشي اللي طاري دابا الساط راه ما يمكنش ما يهضرش عليه بنادم. اوكي، ما بين الدول ديال شمال افريقيا كاملين واللي هما هادو، المغرب هو الدوله الوحيده اللي قادره تنظم المونديال الراسها كيف ما سمعتي. وفي هذا الفيديو غادي نقول لكم علاش وكيفاش غادي يدير ليها. كيف ما كتعرف عزيزي المشاهد، كاس العالم ماشي اي دوله تقدر تنظمه، واخا تكون كبيره في الحجم، ولكن هادشي ما كيعنيش انها تقدر تنظم بطولات كاس العالم، حيت الحجم واخا كيلعب دور ولكن ما يكونش قد الامكانيات الماديه والحبه. وهادشي كاملين شفناه في المونديال ديال قطر، وشحال ديال الزبابل الفلوس اللي تخسرات عليه، واخا قطر واحد الدوله اللي صغيره. كيفاش المغرب غادي يقدر على هادشي كامل وكيفاش البلان بالضبط؟ أعلن الملك المغربي محمد السادس انضمام بلاده رسميا إلى الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة بطولة كأس العالم 2030. جاء إعلان المغرب أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 المقدمة من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي قرأ رسالة الملك عقب تسلم الجائزة. اجي نبداو القصه من الاول. المغرب قدم الملف ديال استضافه كاس العالم اللي غادي يكون عام 2026، حيت كان عارف القدرات ديالو شنو يقدر يدير، وواثق انه يقدر يستضيف هذه البطوله هذه بشكل احترافي. ولكن للاسف الملف ترفض عن طريق التصويت، وربح الملف الخاص بكندا والولايات المتحده والمكسيك. كاس العالم ديال 2026 غادي يتنظم في وحده من هاد الدول هادو، ولكن بثلاثه بهم غادي يكونوا متعاونين عليه. دابا واش المغرب غادي يفشل ويجلس الارض وتحطم المعنويات ديالو؟ لا، المغرب عاود ترشح انه يستضيف كاس العالم ديال 2030، ولكن الفرق هذه المره داخله معاه في الملف حتى اسبانيا والبرتغال. يعني بحال المونديال اللي غادي يكون في 2026 متعاونين فيه ثلاثه ديال الدول، وكذلك المونديال ديال 2030 الى ربح المغرب غادي يكونوا متعاونين فيه ثلاثه ديال الدول. ولكن المعلومه اللي بغيتك تركز عليها واللي هي هادشي غادي يتقام في المغرب، هما معاونين فيه جوج ديال الدول اخرين زياده على المغرب، ولكن غادي يدار في البلاد ديالنا. وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا. باش نعرفوا علاش هذا الملف قوي بزاف وعنده فرصه كبيره انه يتقبل، خاصنا نشوفوا الشروط ديال الفيفا. هي الاولى، الفيفا دايره واحد اللائحه ديال الشروط اللي خاصها تكون في الدوله ديالك اللي غادي تنظم كاس العالم، وهاد الشروط ضروري خاصهم يكونوا كاملين وما تكون ناقصه حتى شي وحده. اول حاجه خاص الدوله تكون ملتزمه وكتحترم حقوق الانسان. ثانيا خاص تكون الدوله قادره على هذه المسؤوليه هذه سواء ماديا ولا جغرافيا، حيت البلاصه اللي خاص يتلعب فيها كاس العالم خاصها تكون قريبه وسهله الوصول لاي واحد. ولا جينا نشوفوا البلاصه ديال المغرب فين جا، نقدر نقول لك باللي ما كاينش ما احسن من هذه البلاصه هذه، حيت اغلبيه ديال الدول غادي يقدروا يجيو بطياره واحده، ماشي ضروري تحبس في دوله اخرى وتركب طياره ثانيه باش توصل. لا، اما الشروط اللي متعلقين بالتيرانات، خاص التيران اللي غادي تقام فيه المباراه الافتتاحيه اي المباراه الاولى خاص على الاقل تكون الطاقه الاستيعابيه ديالو 80,000 متفرج. اما التباقي ديال الملاعب اللي غادي يتلعبوا فيهم الماتشات ديال المجموعات خاصها تكون على الاقل الطاقه الاستيعابيه ديالها 40,000 متفرج. ما عرفتش واش ديجا عندنا شي ملعب في المغرب اللي كيقدر يزداد العدد كامل، حتى تقولها لي في التعليقات. وحتى الا ما كانش قول لي السميه ديال شي ملعب اللي كيهز اكثر عدد ديال الناس في المغرب. رجعوا للفيفا، كاين بزاف ديال الشروط اخرين، ولكن انا ركزت لكم غير على اهم وحدين. من ناحيه ان المغرب قادر انه يستضيف هذه الكميه ديال الناس دقه وحده، قادر وفايت ليه كاع، حيت اصلا المغرب دوله سياحيه واصلا كيستقطب ملايين السياح من الديبار، يعني مولف كنقول لك ملايين، يعني 10 مليون 20 مليون. وغير سنه 2022 المغرب استضاف تقريبا 11 مليون سائح غير بالضحك واللعب. يرى البعض أن فرص المغرب في استضافة مونديال العام 2030 تزايدت بعد نتائج أسود الأطلس في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي. صدق الراحل حسن الثاني في وصفه المغرب في كتابه التحدي قائلا: إن المغرب شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا، إن شاء الله مربوح على المغرب باستضافتها المونديال 2030. دابا وصلنا لواحد النقطة مهمة بزاف واللي هي البنية التحتية. المغرب عندها أحسن بنية تحتية من بين جميع دول شمال إفريقيا، حيت المغرب طلع ذكي وكان خدام على البنية التحتية ديالو من هذه 10 سنين قبل، بحال كان كيوجد لشي حاجة، بحال كان عارف من الديبار أن أهم حاجة خاصها تكون عندك باش تقدر تصادف شي بطولة بحال بطولة كأس العالم هي البنية التحتية تكون مزيانة. فداك الشيء اللي طرا المغرب خدم مزيان على الجسور والطرقات
الطيران والسكك الحديديه، المستشفيات، وحاجه اخرى اللي تطورت بزاف في هذه الوقيته واللي هي اللوطيلات. علاش؟ حيت السياحه، السائح فاش غادي يجي راه ما غاديش يمشي يكري دار ولا غيمشي يشري دار، راه غادي يجلس في لوطيل. حققت ارقام السياحه في المغرب انتعاشة ملحوظه خلال السنه الجاريه، وبلغت نسبه استرجاع السياح الى ما تم اكتوبر من السنه الجاريه بلغت 80%، متجاوزة بذلك المعدل العالمي والبالغ 70%. هذا وبلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 103% إلى ما تم سبتمبر، مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2019 أي قبل جائحة كوفيد-19. دابا جي ندخلوا شويه للناحيه ديال اللعب الكره في المغرب. شحال من واحد كيحقر اللعابه المغاربه ولا كيحقر الدوري المغربي؟ كنظن تقدر تكون انت ما باينش ليك هذا البلان ولا عندك عادي، ولكن الصاط المشجعين اللي كاينين في الدوري المغربي كتعتبرون من احسن المشجعين في العالم. مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو، الله على هذه الأجواء. انظر، محبة، حياة، ماضي، حاضر، مستقبل، تشعر وكأنهم يرتبون حياتهم من أجل هذه الليلة، يرتبون. اما في كاس العالم راكم شفتوا شنو درنا، وكانوا كيقارنونا مع المنتخب ديال الارجنتين من ناحيه ديال التشجيع. اما من الناحيه ديال اللعابه كاينين لاعبين من الدوري المغربي راهم دابا كيلعبوا في فرق اللي كبار بزاف. صون بعد هذا التقدم هذا كامل الدوري المغربي ما غيبقاش محصور فقط على القنوات المغربيه هي اللي بوحدها عندها الحق انها تبث الماتشات، لا، ناضت القناه الرياضيه ديال ابو ظبي وشرات حقوق البث ديال الماتشات اللي كيكونوا في الدوري المغربي باش حتى هي تبقى تبث الماتشات، حيت شافت وعرفات حجم التفاعل اللي كاين في هذه الماتشات والمستوى ديال اللعب كيفاش كيكون. دابا علاش حنا متحمسين باش يتقبل الملف ديال المغرب او لا؟ شنو غادي نستافدوا من هادشي كامل الا مشى حتى طرا؟ اول حاجه السمعه ديالنا والصوره ديال المغاربه اللي غادي تحسن بزاف، وما غاديش تبقى تحشم تقول شي واحد براني راني من المغرب. اصلا السمعه ديالنا تحسنات من نهار فاش تكلاسينا في المرتبه الرابعه في المونديال اللي فات، ولكن هادشي اللي غادي يطرا في 2030 راه حاجه اخرى والنكست ليفل. ثاني حاجه المغرب غادي يستافد ماديا، الصرف الصحيح والعمله الصعبه، كاع لوطيلات غادي يضربوا الصرف ديال بصح، كاع المتاجر غادي يتمعشوا مزيان، شتي حتى هذاك اللي اللهبادي وداير فراشه في الشارع حتى هو غادي يضرب الصرف مزيان، وهادشي كامل غادي يطرا في الوقيته ديال المونديال. واخر حاجه غادي يستافد منها المغرب واللي هي غادي يوليو شركات كبار يجيو يستثمروا في المغرب، حيت غادي يشوفوا على ايش قاد وغادي يعرفوا باللي الا جاو استثمروا في المغرب غادي يربحوا اكثر، والا جاو يعني فرص شغل اكثر، يعني البطاله غادي تقل، يعني الجرائم غادي يقلوا. الا جينا نحللوا هذا الموضوع بزاف راه غنلقاو مئات ديال المجالات اللي غادي يتحسنوا في المغرب الا مشات تطرا هذا البلان هذا، فلوس بزاف وكل شيء رابح. وحتى حنا صناع المحتوى براسنا غادي نديروا فيديوهات على هذا الموضوع، ودوك الفيديوهات غادي يكونوا فيهم مشاهدات الى اخره، يعني كل شيء غادي يربح. قلت ضروري خاصني كومونتي على هذا البلان، وايضا بغيت نشوف الراي ديالكم. هادشي اللي كان عندي اليوم، ونتمنى تهبط وتقول لي شنو بان لك في التعليقات، وايضا الا كانت شي معلومه ناقصه زيدها لي، راه كنقرا تعليقاتكم كاملين، ولا كانت شي حاجه ما واضحاش قولوها لي باش نوضحها في الفيديو الجاي. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا، فريمون كنقدر هادشي وكاينين لي بزاف. ما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتوا، انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك، ونشوفوا فيديو جديد وبيس.